السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى نعمل مع بعض فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وتستفادوا بيه. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل التورتيه بتاعتنا دي ازاي. اول حاجة انا عجنت الاسبونج ده في الصينية اللي هي الوسط. 3 صواني هم انتوا اكيد عارفينهم، الصينية الوسط بقى انا عجنة فيها، هي مش عارفة 20 في 30 حاجة زي كده مقاس. عجنت فيها 4 بيضات، عجنت فيها كوبايتين دقيق، كوباية سكر او كوباية الا ربع سكر، معلقة محسن مليانة، اللهم صل على النبي، كوباية الا ربع مية متلجة. كله لازم يكون ساقع والبيض يكون كبير ويكون خارج من التلاجة. وحطيت نص معلقة بيكنج باودر صغيرة، وحطيت اللهم صل على النبي معلقة فانيليا. حطيتهم على درجة حرارة 180. سبتهم بقى لحد ما الاسبونج استوى كده، ورحت طافيه عليه الفرن وما خرجتوش. لما بخرجه ببقى مستعجله عليه بيهبط معي، بس ببقى مضطره بقى لان بيبقى عندي شغل كتير، فبخرج على طول اول ما بيستوي بخرج على طول. لكن انتي لو الشغل بتاعك مطلوب قليل تدفع عليه الفرن وتسيبيه 10 دقايق لحد ما الاسبونج يهدى كده معاكي عشان ما يهبطش منك. التورتيه دي انا هعملها طبقتين اتنين، يعني الشغل اللي كان مطلوب مني كان كل الطرط اللي هي مطلوبة كانت طبقتين. كنت مصوره لكم الفيديو اللي قبل ده برضو كان في نفس اليوم، وكانت مطلوبة مني برضو من نفس الايه، يعني نفس اللي ياخدوا التورتيه الكبيرة ياخدوا التورتيه اللي هي الوسط. فعملت التورتيه الكبيرة طبقتين وعملت دي برضو طبقتين. يبقى انا كده قلت لكم على المقادير الاسبونج، انا خبزاه معاكم كتير يعني. طبقتين بس عاليين وحلوين، يعني هما بيفضلوا يكون التورتيه كبيرة، ما يكونش عالية بس كبيرة يعني عشان تقضي كتير. الاسبونج ما شاء الله النتيجة بتاعته حلوة قوي وارتفاعه حلو، يعني كان ممكن يتقطع 3 طبقات، بس انا حبيت ان هي الطبقة تبقى تخينة كده وعالية وحلوة، ما تبقاش كلها كريمة وخلاص، لا اما يكونوا طبقتين وكريمة في النص كده وخلاص بتبقى حلوة يعني ايه. بيبقى الاسبونج فيها باين. المهم خدت كوباية كريمة او كوباية الا كمان، يعني ما خدتش الكوباية كلها. اللي اكبر منها كانت واخدة كوباية كريمة اللي هي المقاس الكبير بقى، الصينية اللي هي الكبيرة. ضربت كوباية الكريمة على كوباية ونص مية، على اللهم صل على النبي، بحط 3 معالق كريمة باستر عشان تمسك معايا الكريمة، لان الجو في اليومين دول في المطبخ بيبقى حر قوي، يعني المطابخ طبعا بيبقى فيها الفرن شغال وكده، فبيبقى على طول المطبخ حر، رغم حاطه فيه مروحة بس برضو الكريمة بتسيح على طول. الكريمة اللي بتفيض مني اول ما بتفيض بحطها في الفريزر على طول، ولو هضرب كريمة تاني برجع احطها على الكريمة الجديدة يعني. جلست بقى التورتيه كده كويس قوي. عملتها كده شرشرتها، بس ما كانش الفيديو كان شغال، يعني كنت فاكره ان الكاميرا شغاله مش شغاله. برضو مش عارفه انا هعملها ازاي، يعني انا مفيش اي شكل في دماغي، وهي قالت لي اعملها على ذوقك وانا مفيش اي شكل في دماغي. المهم عملت دربات نوتيلا، دي نوتيلا، الدربات اللي نازله دي نوتيلا. هقسم بقى بالمربة الحليب كده نص التورتايه، وطبعا زي كل نوبة بقسم القسمة بتطلع ايه مش مظبوطة، معرفش ليه. حطيت نص شوكولاتة ونص نوتيلا. قبل ما انسى بقى التورتايه دي بيعتها اللهم صل على النبي 200 جنيه، طبقتين وطلعتها ب200 جنيه. هحط بقى الجزء التاني نوتيلا، همسح بس كده واحط الجزء التاني نوتيلا. انا برجع مربة الحليب كده بظبط الدنيا، يعني عشان ايه حاسه ان هي عوجه شويه. المهم بقى حطيت لها كده النوتيلا وحطيت لها شوكولاته. ظبطت بقى مربة الحليب كده، لان زي ما بقول لكم كل ما اجي اقسم التورتيه اقسمها مش مظبوطه، معرفش ايدي ما بتتظبطش ليه. المهم حطيت النوتيلا. بعد كده بقى مش عارفه هحط ايه، يعني انا معاكم كده ايه هحط الحاجه واحده واحده، ومفيش حاجه في دماغي زي ما قلت لكم، هتتذوق تذويق كده بسيط. وفي الاخر يعني ما كانتش عجباني قوي، يعني التذويق بتاعها ما كانش عاجبني قوي، بس كانت حلوه يعني وعجبتهم قوي. كانوا مبسوطين بالتورت اللي انا كنت عاملاها لهم. المهم هي سعرها حلو، يعني 200 جنيه سعرها حلو طبقتين. انا كنت ببيع اللي هي الصغيره اللي 15 في 20 ب200، بس 3 طبقات عاليين. لكن دي لو انت هتعملها طبقتين وبيعتها ب200 جنيه هتبقى حلوه قوي برضو، مكسبها حلو يعني وكده.
كده حطيت كريسبيات كده في النص، قسمتها كده، واحط بقى كده عندي حاجات بالشوكولاته كده عاملاها هحطها. فزي ما بقول لكم انا مش عارفه والله، انا بحط كده مش عارفه هعمل ايه، بس في النهايه يعني اتعملت وبقت حلوه وشغلها بسيط خالص، مش مكلفه، سعرها حلو. فانتوا لو حابين اعملوها بقى طبقتين، سعرها يبقى حلو ومش بتاخد كريمه كتير، ما بتاخدش شغل كتير، شغلها بسيط. حطيت لوتس كده بسكويت، وحطيت فوقها فوق البسكويت لوتس. حاولت ان انا ايه اظبطها على قد ما اقدر يعني. طبعا الجو كان حر وكنت شغاله شغل كتير، فالدنيا ما كانتش ظابطه معايا قوي. حطيت كريسبيات اهيت برضو ابيض وبني. حبايبي بقى لو عجبهم الفيديو ما تنسونيش بقى باللايك وبتعليق حلو كده. حطيت كندي احمر وكندي اسمر، وده كان شكل الفيديو او شكل التورتايه. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه. ما تنسونيش بقى باللايك وبالتعليق، وان شاء الله استنوني في فيديوهات جديده وتورت جديده واشكال جديده. مع الف سلامه.